بيرد على كلامي، يعني هو بيأكد كلامي. بيأكد ما شاء الله. هو نجم الفريق الاول الحقيقه، يعني اشتغل في الجنب اليمين سواء قدام. ده عنده 20 سنه بصراحه ما شاء الله. دايما نفسي الناس ما تبصش لتاريخ الميلاد، يعني سواء لبركات او لوائل جمعه او لاحمد حسن او كل النجوم الكبار دول. يعني طب انا اقول لك حاجه يا كابتن شوبير، انا وائل جمعه والله حتى من فتره طويله أنا قلت له وائل احنا يعني بتتكلم في سنتين كمان، حتى من قبل والله ما يجدد. من قبل ما يجدد انا كنت بكلمه قلت له كمان سنتين، في سنتين كمان دلوقتي في دلوقتي قبل ما يمضي مع النادي الاهلي. وائل مضى من النادي الاهلي من حوالي 3 4 اشهر او 5 اشهر في يناير يمكن. بتقول له سنتين كمان. انا كنت بكلمه وقلت له ما كنتش انت المسؤول الاول دلوقتي بقى، كنت مدرب عام، مدرب عام مع كابتن حسين. قلت له في سنتين كمان، لان في شواهد قدامك، في تدريب، في التزام، في اول واحد بيجي في التمرين الساعه 8:30، واحد جاي الساعه 7 قاعد في النادي مرتب نفسه. اول واحد بيجي. في حاجات في قدامك نقاط وشواهد بتقول لك ده يقدر او ما يقدرش. تدريب بمختلف الاجزاء بتاعته بيتأدى تمام. النهارده استشفاء يبقى استشفاء، تدليك، يعني كل حاجه بتتعمل بالظبط. لاعب محترف عنده مسؤوليه كبيره. قيس على كده كل اللعيبه الكبيره اللي هي بتحافظ على نفسها. هتبقى سعيد بعوده ابو تريكه للفريق؟ طبعا. حد يبقى عنده ده. انا ابو تريكه اتكلمت معاه قبل ما يسافر، ويعني كان على عيني ان هو يسافر. كلمته وقعدت معاه كتير جدا. كنت مدرب عام وعلاقتي بيه قويه. وبس يعني رقصني رقصني. لا رقصني. تمام وبتاع. لقيته ماضي تاني وبعدين فوجئت. لا كان مره في مره كده وبعدين. لكن يعني طبعا اتمنى عوده ابو تريكه للنادي الاهلي، لان قيمه كبيره جدا، قيمه فنيه وسلوكيه ومعنويه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. هل الامر نفسه بينطبق على فتحي وجده ولا ممكن؟ طبعا محتاجين يا كابتن كل اللعيبه الثلاثي محتاجينه بشكل كبير جدا. اذا الثلاثي المعار جده فتحي ابو تريكه. حسام غالي لسه عايز اكلمك عن حسام غالي لوحده، لكنه جده فتحي ابو تريكه انت هتكون مبسوط لو الثلاثه رجعوا. طبعا مبسوط جدا. ويعني انا ما عنديش تصور وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي ان يبقى حاجه غير كده، يعني انه غير ان هم يعودوا. طب لو حد منهم تمسك مثلا، يعني وده اللي احنا هل سيتي طالب فتحي تاني وجده من اول وجديد؟ لغايه دلوقتي لما ما فيش حاجه، وهم اكدوا لي ان هم يعني راجعين. اتكلمت مع جده واتكلمت مع فتحي، التاكيدات كلها ان هم ان شاء الله يعودوا للنادي يعني. طيب نروح بقى لحسام غالي. كان في قعده بينك وبينه النهارده؟ حسام اتكلمت معاه واحنا راجعين من السودان. ويعني حسام كان مأجل شويه الحته دي على اساس يرجع الملعب، والحمد لله يعني خد ربع ساعه. انت مبسوط انت وانت بتدي له ربع ساعه في الملعب؟ مبسوط جدا. حتى انا قلت له بص يعني انا قلت له بس ايه الملعب بس يبقى يعني احس كده ان الفريق يعني الدنيا واخده شكل الودي، المباراه واخده شكل ما فيهاش ضرب، ما فيهاش تاكلينج، ما فيهاش عنف، ما فيهاش. والحمد لله كنا يعني ليدنج بهدفين. فكنت سعيد جدا. وحتى هو يعني اتبسطت قوي انه نزل بيلعب فري، يعني مش اي لاعب يا كابتن يرجع من اصابه مظبوط، وممكن يبقى مشدود، ممكن تحس انه حسام تحس انه خفيف في الملعب ما شاء الله. فاتبسطت جدا، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي يبقى اجهز. واتكلمت معاه في حته التجديد ولسه يعني هو الكلام اللي مثار دلوقتي ان هو حسم امره. في كلام تاني هنسمعه دلوقتي منه، لكن كل اللي موجود في المواقع في الجرايد في البرامج انه لا حسام خلاص ماشي مش هيكمل مع النادي الاهلي. كلامه بقى مع المدير الفني شكله ايه؟ انت اللي تعرف. لا هو لسه هو يعني في حيره من امره. محتار، عنده حاجه بره وعنده النادي طبعا متمسك بيه، وهو ليه برضو كيان كبير قوي في النادي. حسام غالي من اللعيبه فعلا اللي هو يعني ليه اولا قائد في الفرقه، عنده مسؤوليه كبيره وعنده شكل برضه ينطبق عليه نفس الكلام اللي على جمعه وبركات وتريكه. تدريب مش عايز اقول لك في التدريب فعلا ما بيهرجش في التدريبات، يعني تدريب جري حاجه جميله جدا. وبعدين تحس انه عنده شخصيه، يعني عنده شخصيه في الملعب. ودي نوعيات اللعيبه اللي انت بتحتاجها جدا، بتحتاجها بشكل كبير قوي في تيم النادي الاهلي، خصوصا في المباريات الكبيره، خصوصا في النادي الاهلي بيلعب على في افريقيا، بيلعب في يعني بيلعب مباريات كبيره، وبالتالي بتحتاج اللعيبه اللي عندها شخصيه في الملعب. بالاضافه طبعا ان قائد الفريق
فانا بتمنى طبعا ان هو يبقى موجود، وفي نفس الوقت هو يعني زي ما قلنا في حيره من امره، بيفكر بيشوف ايه الاخبار، لكن لسه ما وصلش لحاجه يعني. انت شايف انه اقرب انه يستمر في النادي الاهلي؟ اتمنى ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله. وحتى حسام يعني كلامه حتى مش موضوع انه النادي او بره النادي، هو موضوع الظروف، الاتموسفير كله، الجو العام كله، انما مش حته كوره نادي بس او نادي بره او حاجه. لكن اتمنى ان شاء الله. هو لسه حتى يعني هو كلامه معايا لسه برضه يعني قصه انه خد قرار نهائي بعدم التجديد ده مش مظبوط. لا لسه كنا بنتكلم مع بعض النهارده وبعد التدريب، لا لسه ما وصلش لحاجه، وهو مركز جدا ان هو يرجع خطوات كويسه. عندنا فتره كويسه، مباراه وديه، وعندنا بعد كده ماتشين في يعني ان شاء الله هو كل تركيزه انه يرجع بشكل طبيعي ان شاء الله في الفتره الجايه.